اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد خير الخلق أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي، اليوم راح نتكلموا على لاسبيراتور بومان أو مكنسة الكهربائية بومان. هاي أمامكم. ها هي ديك المكنسة بومان كما راكم تشوفوها. هنا الآن نشوفوا الأكسسوارات التابعين لها. هذه الفرشات كما راكم تشوفوا فيها، ولهنا عندنا الأنبوب اللي نركبوه في المكنسة باش تشفط. هذا اللي أمامنا، هذا السواد، هذا هنا الجوان، وأيضا هنا رؤوس الشفط كما قلنا. عندنا 3 رؤوس اللي هي تشفط مثلا الزرابي، الأرائك، ونشفطوا بها أيضا الغبار والماء وحتى كما قلت. وعندنا الفرشات، وعندنا رأس صغير جدا يدخل في المناطق الضيقة مثلا على الأرائك أو هنا. وهذا الفلتر يجي داخل المكنسة الكهربائية كما راكم تشوفوا. هنا نستعملوه فقط نستعملوه لما نجو نشفطوا الغبار، لاسبيري والغبار. لكن لما نجيو ناسبيري والماء، هذاك الفلتر ننزعوه مباشرة ونديروا الجوان. هنا كما راكم تشوفوا هذا المحرك أو رأس لاسبيراتور. نديروا نغطيوه مليح، خاصة أيضا لما رايحين نشفطوا الماء لازم نثبتوه مليح. الآن غلقنا لاسبيراتور تاعنا، رايحين نركبوا هنا الفتحة هذه نركبوا فيها أنبوب الشفط. ولهنا أخواتي لازم تتأكدوا من حاجة، أنه لما نركبوا الأنبوب لازم يصدر صوت، وإذا ما صدرش صوت ماهوش مركب مليح. تسمعوا تقريبا واحد الصوت هكا طخ هكا، تأكدوا أنه فعلا هاي الأخت هنايا ركبته وما سمعتش الصوت، عاودت نحات وراحت تعاود تركب حتى تسمع هنا الصوت. خلاص، إذا سمعت الصوت هنا، سمعت الصوت، هاي ليك كما قالت الأخت راهي هنا تركب مليح، انتهى الأمر. هنا دوك تبلاسي تركب أحد الرؤوس اللي هي محتاجتها، لأنها هي راح تشفط الزربية من الغبار. ركبنا الأنبوب، هذاك الأنبوب ركبناه. الآن نركب هذاك الذراع أو الأنبوب الطويل حتى يساعدنا أنه ما ننحانيش أو شيء، نستخدموه باش ما ننحانيوش. ثم نركب فيه الرأس بكل سهولة. تركيبها سهل جدا. الآن راهي الأخت تشفط في الغبار كما راكم تشوفوا. نشكرها فقط لأنها تعبت معنا. هاي تشفط في الزربية تاعها. هنا راهي الأخت راهي تشفط في الغبار فقط. هنا يتوري لكم أنه هذا تشفط في الغبار أو تاسبيري في لابوسيير. احنا معاها نتابعوا فيها. على كل حال هي تورينا فقط لأنه زربية باينة نظيفة، نقولوا لها ما شاء الله. الآن غيرت الرأس اللي هو الفرشاة. هنا الفرشاة تقدري تحكي بها، مثلا إذا كان عندك مثلا لطخة على الزربية تقدري بالفرشاة تحكيها، تستخدمي فرشاة الاسبيراتور وتحكيها. والآن انتقلت الأخت من كنت تشوفوا من الغبار إلى الماء. راهي هنا فرغت الماء على الزربية تاعها كما راكم تشوفوا، باه توري لكم أنه كيف تشفط بها المياه. نشكروها. هنا أكيد استخدمت هنا الصابون، ولما استخدمت الصابون راهي تشفط هي تحك فيها بالفرشاة. هي تستخدم فرشاة هنا باش توري لكم طريقة انه كيفاش تقدروا انه تحكوها عادي، في نفس الوقت راهي تشفط في الماء.
احنا والله جبناها لكم لانه الكثير من الاخوات كيحبوا يشريو هذا المكانس الكهربائيه، يحبوا يكون عندهم فكره على ماركه معينه. احنا جبنا لكم هذه المره الماركه بومان، ان شاء الله في المره القادمه نجيب لكم ماركات اخرى كل ما تتوفر عندنا نجيبها لكم باذن الله. الآن هاي غيرت الرأس، أنه هذا الرأس هذا يشفط به تشفط المياه اللي راهي في الزربية كما راكم تشوفوا. هنا راكم تلاحظوا أنه حتى أنه موجود الصابون هاي تشفط فيها. هاي تشفط في المياه. وقلنا هذاك الذراع هذاك الذراع اللي هو يجي ذراع، هذاك الذراع يساعدك انك ما تتعبيش وما تنحنيش، مجرد انك تكوني واقفة وتلوحيه وتجبدي بكل سهولة. هاي ليك هي الآن ربما غسلتها. هاي هنا أي تنعت لكم أي نحات الرؤوس وحتى الرأس هذا لما يكون هكذا راهي يجبد حتى ربما المسامير أو أي شيء تاني. هاي اللي كما راكم تشوفون نعت لكم شفط الدهون، ربما شفطت لها حتى الإناء. نقول لكم شكرا لأنكم كنتوا معايا، يعطيكم الصحة. إذا عجبكم الفيديو ديروا لنا جيم وخلونا تعليقات. مع السلامة.